السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحده من اكثر المواضيع اللي دايره البوز حاليا في العالم الرياضي. اشرف حكيمي ومن لا يعرفه، النجم ديال باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي، يواجه تهديد حقيقي بالسجن لمده 15 عام بسبب تهمه الاعتداء الجنسي. واش فعلا حكيمي ارتكب هذه الجريمه؟ واش هادشي كامل فيه العداله ولا كاينه شي حاجه مخبيه؟ خليكم معايا باش تعرفوا كل شيء بالتفصيل. ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وخلينا نبدا. القضية ديال أشرف حكيمي بدات في فبراير 2023، يعني هذه عامين تقريبا. أشرف اللي كلنا عارفينه كواحد من أحسن اللاعبين في العالم، خصوصا من بعد التألق ديالو في مونديال قطر 2022 مع المنتخب المغربي. لقى راسو ورطة كبيرة. وشنو كاين بالضبط في هذه الورطة هذه؟ شابة فرنسية عمرها 24 عام قالت بلي أشرف حكيمي اعتدى عليها جنسيا في الدار ديالو اللي موجودة في بيلوني بيلانكور، نتمنى نكون نطقت هاد السمية هادي مزيان، وهي منطقة قريبة من باريس. هاد الشابة قالت بلي تعرفت على أشرف حكيمي عبر تطبيق انستغرام في يناير 2023، وكانوا كيتواصلوا لمدة شهر تقريبا. في نهار الجمعة 25 فبراير 2023 أشرف حكيمي حيط لها باش تجي عنده للدار، وحجز لها في السيارة ديال أوبر باش تجي لعنده. من بعد هادشي كامل هي قالت فاش وصلت لعنده الأمور تحولت لاعتداء جنسي، بالرغم من أنها عرضت هادشي ورفضاته بوضوح. هاد الشابة مشات في نفس اليوم لعند البوليس او الشرطه، ولكن في الاول ما قدمتش شكايه رسميه، غير عاودت ليهم اشنو وقع بالضبط، وزادتها بالرسائل ديالها مع صاحبتها. قالت باللي كانوا كيعكسوا الحاله النفسيه ديالها من بعد المحادثه، يعني الطريقه اللي كانت كتهضر بها مع صاحبتها قبل ما يوقع لها هادشي كيقارنوها مع الطريقه فاش وقع لها هادشي هذا، يعني كيشوفوا الحاله النفسيه ديالها من بعد الحادثه واش تغيرات ولا مازال كيف ما هي. ومن هنا بدات القضيه كتاخذ طريق واحد اخر بالنسبه لاشرف حكيمي. في 3 مارس 2023 نيابة نانتير وجهت تهمة اعتداء جنسي لأشرف حكيم، وتم الاستجواب ديالو من طرف الشرطة، وخرجوا بقرار يحطوه تحت المراقبة القضائية، يعني ما محبوش ولكن منعوه من التواصل مع الشابة اللي اتهمته او اللي بلغت عليه، وكان لازم يبقى تحت العين ديال القضاء، يعني ها هو مطلوق ولكن في نفس الوقت هما مراقبينه. في نفس هذه اللحظة هذه أشرف حكيمي كان كيلعب عادي مع باريس سان جيرمان، والنادي ديالو اللي هو باريس سان جيرمان اعلن الدعم ديالو الكامل ليه، وقال باللي عنده ثقه في العداله الفرنسيه، اي ان اشرف حكيمي يعني بريء. اشرف من جهته نفى كل شيء، وقال باللي هذه الاتهامات غير محاوله لابتزاز مالي، وفريق الدعم ديالو اي هم المحاميين وكل شيء بقياده المحاميه فاني كولين دافعت عليه بقوه، وقالت باللي الروايه ديال هاد الشابه فيها تناقضات وما عندهمش ادله قويه. في هذه الفتره القضيه كانت كتشغل بزاف ديال الناس، خصوصا في المغرب، لأن أشرف حكيمي رمز من الرموز الكروية المغربية. وزيد على هذا الشيء في مارس 2023 مراته هبة عبوك الممثلة الإسبانية حتى هي اعلنت الانفصال عليه، وقالت باللي هي مع الضحايا ديال الاعتداء الجنسي، وهذا الشيء زاد من الجدل حول القضية. من بعد هما يعيطوا ليه للمحكمة. في ديسمبر 2023 وقعت مواجهة بين أشرف حكيمي وهاد الشابة هذه قدام القضاء. الشابة عاودت نفس الرواية اللي قلنا في الأول، وقالت بلي أشرف اعتدى عليها وعرضات. ومن جهته أشرف حكيمي نفى كل شيء، وقال بلي العلاقة كانت رضائية وما فيها حتى شي اعتداء جنسي. فريق الدفاع ديال حكيمي هنايا قدم الأدلة، منها رسائل ديالو بينه وبين الشابة وصاحبتها، وقالوا بلي هاد الرسائل هذه كتدين الشابة وكتشك في الرواية ديالها، أي في الهضرة اللي قالت. في هذا الوقت هذا صحيفة ليبيك الفرنسية نشرت تقرير كامل فيه باللي الشرطة قالت الرسائل اللي بين الشابة وصاحبتها كتظهر تناقضات، وهذا الشيء هذا عطى امل لاشرف حكيمي وفريقه القانوني، ولكن القضيه بقات مفتوحه والتحقيق كمل على المسار ديالو. لحد لهنايا عرفنا اشرف حكيمي كيفاش بدات القصه ديالو على هذا الشيء هذا واشنو وقع. اجي معايا دابا نشوفوا شنو هما المستجدات ديال هذه القضيه هذه واللي خلاها ترجع تشغل الناس في السوشيال ميديا في واحد من هذا الشهر هذا 2025. اليوم الجمعه 1 اغسطس 2025 النيابه العامه في نانتير طلبت رسميا إحالة أشرف حكيمي للمحكمة الجنائية في مقاطعة هوت دوسين بتهمة الاغتصاب. وبحسب صحيفة لو باريسيان النيابة شافت باللي الملف فيه معطيات كافية باش يديروا محاكمة. إذا تأكدت هذه الإحالة أشرف حكيمي ممكن يواجه عقوبة سجن تصل ل 15 سنة لو تثبتت تهمة عليه.
النيابة قالت باللي الرواية ديال الشابة مدعومة بأدلة، منها رسائل نصية وإفادة صاحبتها اللي قالت باللي الشابة كانت في حالة صادمة. ولكن فريق الدفاع ديال أشرف حكيمي بقيادة فاني كولين قالت باللي هذا الطلب غير منطقي وغير مفهوم، وزادت عليها المحامية باللي أنه ما فيش أدلة قوية، وأن التقرير النفسي ما بينتش علامة صدمة نفسية عند الشابة، وهذا الشيء نادر في قضية الاعتداء الجنسي. ومن جهة واحدة أخرى المحامية الشابة راشيل فولر باردو عبرت على ارتياح الموكلة ديالها لهذا التطور، وقالت باللي هي خطوة كبيرة نحو العدالة، ولكن القرار النهائي بيد القاضي تحقيق اللي غادي يقرر واش القضية غادي تتحول للمحاكمة ولا لا. أشرف حكيمي من البداية ديال القضية وهو كيقول باللي بريء. في المقابل في يناير 25 قال أشرف حكيمي فاش كتكون ناجح كتكون هدف سهل بالنسبة لبعض الناس وكيحاولوا يبتزوك، ولكن العدالة غادي تعطي الحق ديالها. وفريق أشرف القانوني كيدافع عليه بقوة وكيقول باللي عندهم أدلة غادي تثبت البراءة ديالو. وباريس سان جيرمان ما بغاش يتحرك من الموقف ديالو. النادي كيدعم أشرف حكيمي 100% وكيقول باللي عنده ثقة في العدالة. أشرف حاليا كيلعب عادي وحتى كان مرشح للكرة الذهبية بفضل الأداء ديالو المميز. السؤال اللي كيفكر فيه كل شخص حاليا أشنو غادي يوقع لأشرف حكيمي؟ حاليا القضية باقية في قاضي التحقيق، ولو قرر يعطي القضية للمحكمة الجنائية غادي تبدا المحاكمة رسميا. هنا الأمور غادي تولي جدية بزاف، ولو تثبتت التهمة على أشرف حكيمي ممكن يواجه 15 عام ديال الحبس. ولكن لو نجح الفريق ديال الدفاع على حكيمي في إثبات البراءة ديالو القضية غادي تسد ويخرج منها نظيف. العدالة الفرنسية كتعتمد على أدلة قوية، والشيء الوحيد اللي نقدروا نقوله هو أن القضية باقا مفتوحة وما فيها حتى شي حكم نهائي. أشرف كيهضر بهدوء وكيواصل مسيرته الرياضية بنجاح، ولكن الضغط النفسي كبير بلا شك. قضية أشرف حكيمي هي مثال على كيفاش النجاح كيجيب معاه تحديات كبيرة، سواء كنتي مع أشرف حكيمي ولا مع الشابة. المهم هو أن الحقيقة تبان. حنا غادي نبقاو متابعين هذه القضية هذه، ولو كان شي تطور أو شي جديد غادي نجيبوه لكم في فيديو جديد. حاليا ما تنساوش تقولي في الكومنتات شنو الرأي ديالك في هذه القضية هذه. ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. نتمنى نشوفكم في الفيديو الجاي. في أمان الله.